ليه سيدنا يوسف في السجن كان أنجح مننا؟ درس قرآني هيخلي دماغك تتشقلب. يا عم خلينا صراحة، احنا بنضيع وقتنا يوتيوب، ريلز، تيك توك، حوارات فارغة، وبعدين نرجع نقول ليه يا حظي كده، ليه مش ناجح؟ طب انت عارف ان كان في واحد في السجن مظلوم ومتهم زور وبرضه كان ناجح اكتر مننا كلنا؟ لا مش عصام صاصة، ده سيدنا يوسف عليه السلام. النهاردة مش هنحكي القصة وخلاص، احنا هنا عشان نستخرج منها دروس علمية من القرآن نفسه. يعني هنطلع من هنا بإيه؟ ازاي تبقى منتج حتى وانت في اصعب ظروفك، ازاي تستغل كل لحظة في حياتك، وازاي النجاح في الاسلام ملوش علاقة بالمكان لكن بالنية والرؤية والهمة. سيدنا يوسف عليه السلام اتحط في كل المواقف اللي ممكن تكسر اي حد. اخواته رموه في البير وهو طفل وكان وارد انه يموت، اتباع كعبد من غير لا اب ولا ام ولا حتى اخوات، اشتغل في بيت العزيز وكان خادم، اتحط في فتنة كبيرة مع مرات العزيز ومرات العزيز اتبلت عليه واتسجن كتير قوي من عمره. تخيل بقى لما حد يعدي عليه كل ده، تفتكر هل هيبقى ناجح؟ طب انا بقى هفاجئك واقول لك والله بقى ناجح، لانه في كل محطة ما كانش بيفقد السيطرة على نفسه ولا على نيته ولا على هدفه. الآية العظيمة بتقول: قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يعني اختار إنه يتحبس على إنه يضعف. يا صاحبي ده لو حد فينا اتزنق نص ساعة في أتوبيس بيبقى حوار. بالرغم ده سيدنا يوسف ما كانش تايه، ما كانش بيصحى الصبح مش عارف يبدأ منين. هو كان عبد لله، والعبد الصادق دايما منتج لأنه عارف إنه هيتسئل. وقتك راح فين؟ علمك عملت بيه إيه؟ سيدنا يوسف استغل النعم حتى وهو جوه السجن. كان عنده قدرة على تفسير الأحلام واشتغل بيها جوه السجن. كان عنده لسان حلو استخدمه في الدعوة جوه السجن. كان عنده عقل مرتب نظم بيه البلد بعد خروجه. يعني كل نعمة عنده ما سابش فرصة إلا واستغلها فيها. طب وإحنا ربنا مدينا عقل ووقت وموبايلات وبرضه بنقول زهقانين. انت مش زهقان، انت مش عارف هدفك. طب جوه السجن الناس المفروض تبقى مكتئبة ومكسورة وبتتمنى الموت، بس لا، سيدنا يوسف كان بيقول: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. بص العبارة، ده بيشتغل في الدعوة وهو جوه الزنزانة. يا عم ده حتى الناس اللي معاه قالوا له: إن نراك من المحسنين. ده لو واحد في زماننا ده دخل السجن كانوا قالوا له: إن نراك من المجانين. الإنتاجية مش محتاجة أوضة مكيفة، الإنتاجية محتاجة نفسية ناوية ترضي ربنا. طب إيه الدروس اللي استفدتها من القصة دي؟ الدرس الأول: نيتك هي الأساس. قبل ما تمسك ورقة وقلم وتخطط يومك اسأل نفسك: أنا بعمل ده ليه؟ يعني لو أنت يوتيوبر زي البوكش كده وبتعمل فيديوهات حلوة زي طبعا بس هدفك الفلوس والمشاهدات هتزهق بسرعة. لكن لو نيتك تنفع الناس وتفيد اخواتك وتوصل رسالة كمان، والله هتكمل حتى لو القناة فيها 10 مشتركين. بس أنا عندي مشتركين كتير خلي بالك. والدرس التاني: المكان مش هو اللي معطلك. انت مش لازم تكون في شركة او معاك ميزانية علشان تبدأ. سيدنا يوسف بدأ في السجن وخرج يدير اقتصاد اكبر دولة. كلمة تحطها حلقة في ودنك: ابدأ حتى لو من السجن، ولو نيتك صح هتوصل للقصر. الدرس الثالث: وقتك هو عمرك. سيدنا يوسف ما كانش بيقعد يندب حاله في الزنزانة، لا ده كان بيفكر، بيشتغل، بيفيد. تخيل لو سيدنا يوسف كان قضى السنين في السجن نايم وبس، كان طلع من غير أي أثر، ولا الناس كانت هتعرفه ولا هتعرف قيمته. بصراحة كده أنت مش وحش، بس أنت مش بتستغل وقتك صح. والقرآن بيقولك النموذج قدامك، شوف سيدنا يوسف عمل إيه واعمل زيه بطريقتك في زمنك. سيدنا يوسف في السجن كان ناجح مش علشان السجن لطيف ولا علشان الحياة سهلة، لكن علشان هو قرر انه ما يضيعش يوم من غير ما ينفع نفسه، وما يسيبش فرصة من غير ما يعمل منها رسالة لغيره. طب وانت ناوي تبدأ امتى؟ ناوي تعيش قد ايه في الدايرة دي؟ طب ناوي تفضل تبص لفوق وتقول انا عايز ابقى زيهم لحد امتى؟ ولا هتبص لنفسك وتقول انا ممكن ابقى زيهم؟ لو الفيديو ده لمسك او حسيت انك محتاج تراجع نفسك، اعرف ان ده مش بكلامي، ده لأن كلام ربنا دايما بيروق القلوب ويفتح العقول. وما تفوتش الحلقة اللي جاية لأنها برضو معمولة علشانك. وكده البوكش لخص وخلص.
وبكده يا بطل تكون عرفت ان سيدنا يوسف كان في السجن وطلع اشطر مني ومنك، بس لسه قدامك وقت تعوض لو قمت واشتغلت وخليت نيتك لله. سلام مؤقت لحد الحلقة اللي جاية.